ازيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا متعودين، احنا دايما بنحب نستضيف في الكورس بتاع الادفانسد براكتيكال بروجكت مانجمنت ناس خبرات في اماكن مختلفه علشان يعرفونا السياق بتاع اداره المشروعات موجود في حياتهم بشكل عامل ازاي، ونشوف ريفلكشنز وانعكاسات لعلم اداره المشروعات بشكل حقيقي في اماكن مختلفه. ويمكن كان التراديشن بتاعنا او يعني الطريقه اللي احنا ماشيين بيها ان دايما بنستضيف اكسترنال جيست سبيكر، شخص خارجي. يمكن المره دي قررنا ننتهج نهج مختلف، ان مره من المرات اللي بنستضيف فيها ضيف حد يجي يتكلم معانا ويشاركنا خبراته. احنا اوريدي عندنا جوه المجموعه بتاعه الكورس خبرات وقامات تقيله جدا، فليه ما نبقاش بنستضيف احد هذه الخبرات ويشاركنا رحلته وحياته في اداره المشروعات، والموضوع كان ملمس في حياته بشكل عامل ازاي. وفعلا احنا عملنا ده واستاذنا وطلبنا يعني من الاستاذ محمد حطب ان هو يبقى بيجوين معانا، والراجل يعني مشكورا تكرم ان هو هيشاركنا بعض خبراته الكبيره جدا. فحابب ارحب بضيفي استاذ محمد حطب، راجل سي اف او اوف كرافت هاينز. نار الدنيا. الله يخليك. في الكرسي اللي هنا بقى، مش الكرسي اللي ورا. حابب الاول بس تعرفنا وتعرف الناس على حضرتك بروفيشنالي، وتقول لنا ايه علاقتك باداره المشروعات. اوكي، انا in a nutshell كده انا عندي 30 years experience in finance. ان شاء الله. اشتغلت in summary 10 years in Unilever, 10 years in Mars, 6 years في الجوينت فينتشر بيبسي عن المراعي بيتي، واخر 3 سنين في كرافت هاينز. خلال البروسيس دي كلها اشتغلت كل حاجه ثرو فاينانس، وعندي 6 سنين change in my life where ان انا اشتغلت حاجه اسمها corporate development. So اشتغلت mergers and acquisitions سنتين، واشتغلت special project في الروت تو ماركت ونتكلم عليه شويه وبعد كده في 4 بلاد. في اول بروجكت كان سنه في السعوديه، سنه في تشاينا، سنه في رشا، واخر سنه كانت في المكسيك. So that on that level يعني. و during my journey في 99 اخذت CPA من كاليفورنيا بورد اوف اكاونتنسي. 2017 اخذت MBA من لندن بزنس سكول. بس يعني فيري سمبل. بس ايه بس موسوعه يا فندم. بس ربنا ايه يخليك. بس ربنا ربي يزيدك الله يا رب يخليك. وينفع بعدنا. طيب، احتكاكاتك باداره المشروعات واضح ان هي كبيره وكتيره جدا، سواء في مارس ولا في ليفر ولا في كرافت هاينز او في اي واحده من الجيرنيز، الميرجرز، الاكوزيشنز، الكلام ده كله. يمكن ايه اكتر فتره احتكيت فيها بشكل ان دبث بعمق شديد مع اداره المشروعات؟ كانت 4 سنين. كنت في مارس حاجه اسمها كوربريت ديفلوبمنت. كوربريت ديفلوبمنت از ان انت هتطور الشركه ازاي. فكان في 4 سنين وير ماكنزي كونسلتنسي باعوا ذا بوينت اوف احنا عايزين نفتح. كان في سنه 2008 2009 كل الكوربريتس قالوا they published their strategy. والاستراتيجي was to grow in developing markets. اوكي. فبقت الميدل ايست وايجيا وتشاينا، هو ده الاتجاه. فعلشان مارس تو فولو اب وذ ذات، ماكنزي كانت اشتغلنا معاهم ايه الارياز اللي احنا نقدر نكبر فيها. الشوكولاته عشان تكبر كانت محتاجه مش تكبر في المودرن تريد، محتاجه تكبر في التراديشنال تريد. تراديشنال تريد بمعنى البقاله، المحلات الصغيره، الكشك اللي تحت البيت، الحاجات اللي زي دي، وان ده الجروث اللي المفروض يحصل. طيب، فمارز اخذت ادابتد الابروتش بتاع ماكنزي اللي بيعملوه في كوكاكولا، وكان الدريم الفيجن از مارز تو بي ذا كوك ان شوكليت. اوكي، ذاتس يعني ده الثيم. حلو. فانا كنت بشتغل في امريكا، قال لك طيب وانت في امريكا كده روح ايه اقعد معانا في السعوديه سنه، شوف البروجكت بيمشي ازاي. فهنا بقى بدات البروجكت. سو ذير واز ا بروجكت سكوب في فوكس. فانت هتروح للبقالز والمحلات الصغيره التراديشنال تريد، عايز تعمل في 4 strategic questions you need to ask. عايز to compete, where to compete, how to compete, how to deliver the product, and how to make it stick in the culture. That's the big thing اللي احنا كنا بنحاول نأدرس. I mean by that لو انا عايز اروح لمحل، هروح اعمل هقدم له ايه؟
الشوكولاته بتسيح يبقى عايز ثلاجه، والراجل اللي بيروح له لازم يبقى شيك لان انت بترايح ببريميوم برودكت. صح. فالسيلز مان هيعمل كذا، ايه الديسكاونتس اللي انت هتوفر ليه؟ طب هتروح له بعربيه عاديه ولا عربيه شكلها ايه او ايه؟ وسيله to deliver the product to the shop يعني. وبعدين هتعمل ايه للبيبل، هتديفلوب ده ازاي، هتشوف حاجه اسمها البرنت، الفود برنت بتاعك هتعمل نتورك ازاي عشان تخدم كل محل. عايز وير هاوس قريب من منطقه اند ذن هو هيخدمهم، ولا ميجر وير هاوس والعربيات تطلع منه وتسبريد اكروس. كل الكلام ده كان نبدا نعمله اند ذن اتش ار يخش ان هاو تو ميك ات ستيك. يعني ايه هاو تو ميك ات ستيك؟ يعني بعد ما انت تمشي وتخلص البروجكت لما كل الناس بتبقى فوكست، اول ما تطلع ايه اللي بيحصل to make it stick in the organization، فما يبقاش project initiative تمام tick and you leave. ففي خلال البروجكت ده كان حاجه من الحاجات اللي عماله وانت بتتكلم عماله tick in my box in my head. واحد مارس بدات بالترايل، فروحنا السعوديه simple project one distributor market share 62 plus كل حاجه تمام، عايزين نشوف هنعمل ايه. and we started to tick the box item by item. في عندنا people فعايزين ناس specifically يعني I was selected لان انا بتكلم عربي. so I report to the global office بس in the same time I talk in Arabic مع الناس اللي قاعده على الارض. حلو. وانت اوريدي كنت وقتها في امريكا. وكنت في امريكا، فقال لك وقف mergers and acquisitions، ده اهم، روح السعوديه اشتغل لنا على بروجكت تاني. حلو قوي. مثلا الفلوس، فالبادجت الريسورسز، احنا مش عايزين ندفع فلوس كتيره so we'll pay x amount of dollars لماكنزي بس في بلد صغيره، هنبعت راجل معاهم عشان يبدا يشوف we don't want to invest in a big organization. تمام، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. فده بارت منها. وبعدين عارفين الابروتش الميثودولوجي، وبعدين حطينا 52 weeks project plan بالايام، وعرفنا ان مقسمينها 4 or 5 main stages. منها diagnosis stage، ايه اللي عندك في السوق لان كل سوق بيختلف عن السوق التاني، وبعدين هتعمل ايه so how to build the model that fits this market and then هتعمل pilot plan، وبعدين هتعمل plan for pilot for 3 or 4 months، وبعدين هتجيب ال outcome of this pilot، وبعدين تعمل الرول اوت او like strategic plan. في حته سميناها رول اوت لان الحاجات اللي فيها ماركت شير كبيره يبقى رول اوت. لوكالايك وخلاص. تشاينا الماركت شير واز تريفيال، بياكلوا سناكس حاجه تانية مختلفه خالص، وانت بتنجكت شوكليت. so this was how to implement it with يعني تريفيو it. وكان فيها حته بعديها اسمها nurturing or follow up. انا اروح الماركت اللي بعده واقعد اراجع على الماركت اللي فات البلان بتاعتهم، الاستراتيجيك بلان عامله ايه. واحده من الحاجات النقط الثانيه اللي انت كنت بتتكلم عليها ولطيفه جدا، احنا كنا بنتكلم في ان البروجكتس تيجي ورا بعضها، خلص بلد تروح بلد، خلص بلد تروح بلد. then we assessed ايه ده، احنا عشان نخلص كام بلد هناخد 25 سنه، it's not going to work. طيب هنعمل ايه؟ فجينا بقينا اجايل اكتر، بقينا نفكر في الاجايل. فوانا في تشاينا خلصت تشاينا ورحت رشا، وانا في رشا كنت بروح دبي اعمل do it yourself modules. اوكي. فاي كرييتد، انا كنت الوحيد اللي قاعد على الارض في ال 12 months in each project، فانا عندي الاكسبيرينس بتاعت فاينانس وسيلز وماركتنج وسبلاي تشين. فرحت ابتديت اشتغل do it yourself model، وابتدينا نعمل rolling out for this project based على الموديول ده. طب ما تشرح للشباب شويه برضو ايه do it yourself موديل ده؟ do it yourself ده ايكيا in a nutshell، ايكيا موديل. سو احنا بنقول عايزين نعمل كل الحاجات اللي انا بعملها على الارض اروح اعملها through ان انا بدي لك process، بدي لك templates to fill، بدي لك hotline to call me لما تبقى عايز حاجه، وانا I'll jump on a call واشرح لك المفروض تعملها ازاي، and then نراجع مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. so we started this model بقى بعد ما سيبنا يعني، وانا في رشا وخلصت الموديل رحت المكسيك، وانا في المكسيك كنت شغال على بولندا وشغال على others، ان احنا نقدر نفتح اللاين ده ونact as consultants
for the project for these markets. فنبدا نسرع البروسيس of markets to understand better and to do better job. فبرضه agility in the planning والimplementation كانت part of the things يعني اللي انت كنت بتتكلم عليها. حلو جدا. فواضح ان البروجكت كان ضخم واكشلي كان مالتيبل بروجكتس وانتوا بتفتحوا في كذا ماركت وماركتس جديده. ديفلوبينج ماركتس بالنسبه لمارس كان حدوته مختلفه وتارجت سيجمنت مختلف وبني ادمين جداد ايه اكتر حاجات كنتوا عاملين حسابكم عليها مشاكل ريسكس ولقيتوها، وايه اللي ما كنتوش عاملين حسابكم عليه وما لقيتوهوش وعملتوا ايه وقتها؟ اوكي. هتستغرب ان كل ماركت كانت البارت الكبير بتاعه people culture. ليه؟ انت معاك موديول، فانت عارف اللي هو المفك الصليبه والمفك العاده اللي هي الحاجات بتاعتك انت شغال بيها. ده الموديول، شنطه العده. شنطه العده. This doesn't mean ان انت عارف انت هتستخدمها فين. هي كل مره هيبوب اب حاجه. كان بارت كبير من تشاينا ان الناس ما بتاكلش غير سناكس، salty snacks، ما بياكلوش شوكليت. So the approach الماركت ده مختلف جدا وازاي تكبر فيه. بس in the same time الكاليبر in China is very weak. They are not as good as مثلا السعودية you recruit very good people, different nationalities، عندك multi-national thing. لكن China they are all Chinese، الكاليبر is not that good. فبقى acceptable، ودي حاجة أنا اتعلمتها واتبسطت منها جدا، إن أنت they tell you اعمل حسابك what you take is 30% accurate and انت هتديفلوب اللي يوصلك ل 70% مع نفسك. جميل. and we will accept ان في tolerance rate of 30% in accuracy and هنعمل you keep your finger on the pulse زي ما كنا بنقول، ان انت هتفضل قاعد بتتابع وتشوف غلط فتقول لهم sorry انا I presented last week certain thing it was wrong، صلحنا عرفنا الحقيقة and continuous improvement starts to kick in. فthis was an eye opener for me، لان انا راجل بتاع فاينانس 1 زائد 1 بيساوي 2 وماشي كده، وبعدين فجأة I accepted ان انا اقول حاجة غلط وما تبقى 1 زائد 1 بيساوي اي حاجة، وبعدين تاني مرة ارجع اقول انا الحقيقة كنت غلطان المرة اللي فاتت ده الصح بتاعه and then I move on until I reach a concrete result يعني. فده كان very strange for me and I'm not feeling comfortable in China. 2 because هم مش incompetent شوية، فالculture was ان ما فيش حد open to talk to you. فانت بتقعد في الميتنج كلهم بيبصوا لمديرهم. نقول قول طب لو هو عمل كده يبقى احنا مش هنعرف and so on and so forth. So that was from a culture perspective for people. رشا بقى كان الكيك اوف ميتنج بيبقى مع البريزيدنتس. ده was very funny اصلا. احنا لازم نكيك اوف، نجيب التيم ونجيب البريزيدنت ونقول له هنبيع البيعه يعني. وقالوا لنا انتوا هتمانجوا الخناقات ازاي؟ فاحنا كلنا سكتنا. خناقات ايه؟ قال لك انتوا مش عارفين الروس وهم ممكن يبقوا فايلنت فهم هيتخانقوا معاكم في الاوضه، احنا هنتضرب ولا ايه؟ قال لك it could be like that. طب بقى ايه ده؟ احنا we need to manage them in a complete different way. ما تبقاش يعني don't take the friction, try to manage it in a subtle way بطريقه معينه غير اللي انا لسه جاي من تشاينا كله انت بتبوش them to talk اصلا. الناحيه الثانيه انت مش عايزهم يتكلموا يقللوا talk شويه ان ازاي to manage and this was accepted in meetings. ان انت it's very tough, people are very aggressive, you need to watch out. هتروح المحلات وهتنزل هيبقى فيه مشكله، هيبقى مش كل الناس بتقول لك حاجه، هتسال سؤال ممكن فحضرتك وانت طالع من المحل ما امشي يعني مش لازم تاخد المعلومه اهرب. فدي كانت one of the things. The other thing in Russia which برضو غريبه جدا وكانت ريسكس وما كانتش مفهومه ان في كارتل، في كارتل معين عايز عصابات معينه، فعلشان انزل ابيع في المنطقه دي لازم ادفع فلوس كذا زي العرب اللي موجودين في مصر. فهو ده مفهوم في الكوست موديل بتاعك، هتدفع عربيات وناس ومش عارف ايه وهتدفع للكارتل وهتنزل لو وقفك حد هتقول معاك ايه هتقول كذا ويبقى معاك واحد روسي. فكل ماركت كان ليه its own risks from people perspective, from cost structure perspective, from whatever. وكان كل ماركت لازم تعمل حاجة مختلفة عن الماركت اللي قبل and to adapt to it.
فدي برضو كانت شويه it's a good eye opener يعني for me. حلو جدا. انا سامع من كلامك ان في كذا حاجه يمكن مرفلكت قوي على الحدوته بتاعت اداره المشروعات، اللي من ضمنها ان انت بتدرس الماركت وانت داخل. لو انت ما عندكش اصلا الانسايتس بتاعت ان المجتمع الروسي بيشتغل بالشكل المعين، هتبقى ازمه كبيره جدا، وارد تطلع بخسائر كبيره، حتى مش فاينانس، خسائر بشريه. لو انا مش فاهم ان الماركت شكل الكالتشر بتاعه، الحته السوشيال في البيستل زي ما كنا بنقول كتحليل، لو انا مش فاهم الحته السوشيال بتاعت الصينيين هحس طول الوقت ان انا متغفل ومش فاهم حاجه. فده جزء كبير جدا من الدراسه، وحته ان انت حاطط الريسك على الترابيزه وبتاكسبت ان انت 30% بس معلومات، دي حاجه يعني حاجه حلوه، خصوصا في ماركت مختلف وداينامكس جديده واظن ان الطريقه حتى بتاعت البروجريشن، ان انت المبيعات زيادتها في كل سوق من دولت الريت بتاعها حاجه قصه ثانيه خالص خالص خالص. طب انا مبسوط جدا من المعلومات كاي اوبننج بالنسبه لي. انا برضو ما اتعاملتش قبل كده في السوق الروسي فيعني لو ايه وانا رايح ابقى اتاكد ان شاء الله من الموضوع ده. طب لو جينا بصينا على الاسبكت بتاع السيد محمد حطب في الحته بتاعت الفاينانس، حضرتك اكيد بتتعامل مع بروجكت مانجرز كتير از اف ان انت معاك الفلوس نوعا ما او الجيت كيبر، صح؟ ايه اكتر تحديات ممكن تكون بتواجهها مع البروجكت مانجرز بسبب سوء فهم من عنده، او برسبكتيف مش مظبوط، او معلومه هو ما يعرفهاش from finance point of view؟ اوكي، بص دي ممكن نتكلم فيها في اي حاجه. لو بتعمل كابكس، بتعمل فيكسد اسيتس، بتشتري اصول يعني، او كابكس او مشروع، ممكن تكون بتعملها في بزنس كيس طبيعيه خالص، عايز ابيع واعمل بروموشن كويس، وعايز اشوف اسسمنت اوف ريتيرن اون انفستمنت، اروح للبروموشن دي ولا ما اروحش. وممكن تكون في بروجكت زي ذا روت تو ماركت بروجكت اللي انا بكلمك عليه، should I go for this market وانفست عربيات واجيب ناس عشان السيلز اللي هتيجي هتبقى وهجيب لي بروفيتس اكتر من الكوست، وهعمل بروفيتس اور نوت اند اي ويل جرو. كل ده كل يوم بنتعامل فيه من الصغيره للانفستمنتس الكبيره. يعني انا اشتغلت على بروجكت كان ب 450 مليون دولار مثلا، كابكس بروجكت ب 450 مليون، فذاتس ا هيوج نمبر. لو بصينا على ده سبيسيفيكلي اند زومد ان عليه، هتلاقي couple of challenges كنا دايما بنواجهها. الاول عشان توصل للابروفل على رقم كبير، صحيح. دي ممكن تاخد من مثلا اخذت منا تقريبا سنتين. اوكي. because ايه بقى المشكله اللي هتحصل؟ ان في اهواء، او في كل واحد عنده his own agenda. let's put it this way. انا as a marketer عايز اكبر الماركت بتاعي، فانا شايف ان انا if I invested in these lines هيبقى عندي ماركت اكبر، هياخد برودكتس بديفرنت فورمات، مره مثلا اي حاجه بقى بيبر، وبعدين مره بلاستيك، ومره ازاز، بيعمل توب داون whatever the situation is. اقدر اعمل investment in adjacent categories. لو بعمل لبن طب ما اعمل جبنه، طب لو بعمل جبنه طب ما اعمل زبادي and so on and so forth. فالماركتير دايما هتلاقيه very creative و very optimistic. لا كل حاجه هتيجي بكره ما تقلقوش، والكونسيومر هيشتري والكلام ده كله. then you take the numbers وتحس انها مش شغاله. you take the market share وتعمل الاناليسيس بتاعتك، تقول له الماركت عمره ما هيكبر بالشكل ده، او انت your market share is not going to be 50% من اول سنه. لا يمكن انا هانتروديوس زبادي هاخد 50% من حصه السوق، يعني ما doesn't make sense. انت لازم تبدا ب5% ولا 7، وبعدين تبقى 10، وبعدين تبقى 15 and so on and so forth. so لا تبدا بقى دي الديبيت. لا انا شايف انها تيجي يا عمي، ما بيجيش علشان لا and then you start. انا شفت الطريقه الكويسه قوي ان انت you go and benchmark other companies. فتجيب له ستاديز، الشركه الفلانيه لما كبرت في مصر ما عملتش كذا، الشركه الثانيه في مصر ما عملتش كذا، وتعالى نمسك البرودكت ده في مثلا كينيا زينا في حته معينه، لما عملوا في كينيا الحته الفلانيه كبرت بكذا. كول داون، انت مش هتعمل الموضوع ده، انت المفروض تقلل شويه. بيجي نقطه تانية بعد ما تخلص الحته دي، هي المهمه جدا في ازاي البيزنس كيس will be shaped from finance. كل ما السيلز عماله تزيد بسرعه، كل ما الريتيرن اون انفستمنت بيزيد، فكل ما البروجكت بيمشي وتبقى تك.
in the time مش هو ده اللي هيحصل، فالريتيرن اون انفستمنت هيقل عشان هيجي على عدد سنين اكتر من اللي موجود. ممكن هقطعك في الحته بتاعت ريتيرن اون انفستمنت وعدد سنين، وعايزك توضح شويه في حته الابيتايت بتاعت الشركات ان انا ارجع ROI على عدد سنين اصغر ولا اكبر. طب ده معناه ايه وده معناه ايه؟ عشان برضو افتكر ده هيفرق جدا مع الشباب في حته اصرف كام يجي لي كام. طيب هي يعني انا simplify things for you عليك انت شخصيا. انت لما يعني تحط فلوس في اي انفستمنت، عايزهم يجوا اسرع ولا ابطا؟ عايز فلوسك تيجي اسرع. صح. ليه؟ عشان انت ما تعرفش الريسك ايه اللي هيحصل في البلد. مثلا انا اقول اي حاجه، ايه اللي هيحصل في البلد، فانت عايز تجيب the returns as fast as possible. هو نفس ده بيحصل في الانفسترز. انا as shareholder في شركه يونيليفر او shareholder في شركه بيبسي مثلا، انا حطيت فلوس في الشركه، عايز ريتيرن اون انفستمنت يجي لي. يعني حطيت 1000 جنيه، عايزهم 1000 جنيه بعد سنتين، مش عايزهم بعد 3. يا ريت. ليه؟ علشان اضمن ان فلوسي رجعت لي، ويبقى اللي يجي بعد كده over and above what I invested. فاللي بيحصل ان الاونرز بيبقى الاونرز او الشير هولدرز او البرايفت اكويتي ذات اونز ذا كومباني بيبقوا كلهم عايزين فلوسهم تيجي اسرع، تنشور ان هم they are covered، والفلوس اللي هم اخدوها من الناس اللي مديها لهم الفلوس as investment بيعرفوا يردوها لهم بسرعه، فthey look very good، فيعرفوا يجيبوا investors تانيين وتالتين، فدان البرايفت اكويتي بزنس ده يكبر. فهو ده. فكل ما انت بتتاخر في الريتيرن اون انفستمنت، كل ما فيرست اوف اول قيمه الفلوس بتقل. يعني 1000 جنيه النهارده هي 1200 جنيه السنه الجايه، هم 1500 السنه اللي بعديها and so on and so forth. فانت بتحط عبء عليك اكتر كل ما بتتاخر. بس in the same time عشان ابقى very honest، يعني اي بروجكت طويل المدى اول 3 ل5 سنين لازم يكون بيخسر، وبعدين يبدا بريك ايفن and then to be profitable. المشكله ان الفاينانشالز اللي احنا بنحطها بتحط بوزيتيف ساينز كتيره قوي، فتلاقيه مثلا بيبريك ايفن في 3 سنه مرتاح and then كله يجي profitable، فانت تقول it doesn't make sense. بس بيبقى فيه شويه political things واجنداز ان انت عايز تعمل حاجه معينه. فده مثلا بارت كبير جدا من البريشر اللي على الفاينانس في الحته دي. اوكي. وفي كيس زي كده انا جيت لك، تمام، انا بروجكت مانجر في هاينز، وجيت لك وقلت لك دلوقتي انا عندي بروجكت جديد هنعمل مثلا، يعني هنعمل الكاتشب في كوبايات، تمام مثلا، وده الاوتلوك بتاعه في الماركت جميل جدا، الماركت شير حلو، ونعرف ننزل بيه القرى والنجوع ومش عارف ايه، ونكسر الدنيا في الصعيد، ودراسه متفائله جدا. وجبت لك دراسه جدوى مختومه من اي حته ان ده حاجه في قمه الجمال والحلاوه. انت بتفاليديت او بتتاكد من الكلام ده ازاي علشان نميك شور ان الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ بص، فيرست اوف اول زي ما قلت لك بنش ماركس، احسن حاجه واحد تاني عمل حاجه تشبه لها. حلو. تمام. احنا الكونتريز اللي احنا يعني مصر والديفلوبينج ماركتس دي اولويز فولو حد قبلينا، الماركت ليدرز. فانت دايما بتروح للديفلوب ماركتس تشوف عملوا ايه وبتحاول تشوف بنش مارك اوت اوف ات. حلو. 2 you go and check with the special people. فما فيش ادنى مشكله في بروجكت احنا لسه كنت شغال عليه السنه اللي فاتت مع كرافت هاينز، و did interviews with functional experts in certain areas، وبنديلهم فلوس. انا عايز حضرتك تساعدني في حاجه معينه، وما نعرفش الناس دي، احنا بنابروتش them through agencies. انا عايز اعرف منك لو عملت كذا ايه الاخبار، فيقول لي from my experience تك 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 وكذا كذا كذا، وبعدين تسال نفس السؤال يعني the same set of questions ل5 6 and then تبدا to compare الانسرز. then you build your opinion، فتقول وسبيشال على مصر سالنا experienced people في كذا وكذا وكذا، دي الاجابات بتاعتهم، فشكلها رايحه في السكه دي. فده تاني حاجه. تالت حاجه you build models، ولازم تعمل sensitivity analysis، ودي مش option. حلو جدا. so هتعمل اللي انا اتعلمته من president كان كده. هنحتاج برضو نشرح sensitivity analysis. هقول لك case work، يعني محتاجين نعرف برضو حاجه لطيفه جدا. to simplify for leaders اعمل لهم 3 حاجات بالظبط كده. very optimistic، افضل حاله في الكوكب،
very pessimistic حاجه تحت الارض مش هتنفع وموست probable غالبا هيتم. ده اللي تقريبا you tell them the spectrum احنا من فين لفين، فهم بيبقوا فاهمين بقى خلاص من الاكسبيرينس. انا عرفت لو خيشت زي ما بيقولوا هيبقى هو الرقم ده، طب لو عملت احسن حاجه طبعا يبقى ده، بس ده مش هيحصل. انا هنا am I willing to take this risk or not، ما بين تخيشه وما بين most probable هيحصل. انا قابل ولا مش قابل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه المايلستونز اللي انت هتقف وتفاليديت عليه عندها. That's very important. حلو. تعال نمسك في مصر 2016 حصل ديفالويشن. صح. ايه اللي حصل للشركات اللي كانت حاطه كابكس انفستمنت؟ اتشحوروا. تعبوا جدا. ليه؟ علشان الكابكسز كلها واقفه على فوليوم. يعني المشروعات طويله الاجل دي بتبقى واقفه على فوليوم، عايزه اكبر، فانا حاسس الناس هتاكل زبادي اكتر مثلا، هتشرب شاي اكتر، وات ايفر. اللي بيحصل ان انت بيحصل ديفالويشن، البيرشيزنج باور بتقل، فالكونسومشن بيقل، فبيحصل ان المكن ده هتشتريه ويقعد جنبك يلم تراب. هتعمل ايه بقى؟ So these are like one of the key things اللي كل الناس ابتدت تفهمها. مفيش بروجكت او مفيش ديسيجن صح 100% ومفيش ديسيجن غلط 100%. هو في ديسيجن اتاخد على set of assumptions، بروجكت اتاخد على set of assumptions وعملنا ومشينا، and تقف عند حته معينه وتشيك am I okay، خلصت كويس، اللي جاي تمام، في حاجه حصلت، في تكنولوجي طلعت جديده مثلا، فانا كنت حاطط تكنولوجي يعني to be very honest في بروجكت معين كان في تكنولوجي معينه جايبها على ورق، then خلال البروجكت طلع تكنولوجي تانية بحاجه تانية، we stopped وقلنا طيب احنا لسه دفعنا 30% of the machine only، يعني. ما تستنوا كده يا جماعه، should we go for this or not، لان البرودكت ده ما كانش موجود and this is an innovation. وغيرنا المكن. فانت تحملت throw away cost فلوس بس عشان الفيوتشر، عشان تروح للي جاي، عشان تشوف اللي جاي. فعملنا بزنس كيس within the project حتى and you shifted ان احنا نحط الماشين دي بدل الماشين القديمه اللي احنا كنا متفقين عليها، عشان we overlook ان الماركت هيروح لحاجه تانية مختلفه. so امانه كنا لما حصل devaluation in this capex project كان very big، وعملنا reassessment of the financial model من اول وجديد تاني. we revisited after the devaluation and the cost of the project went up from 352 مليون ل 464 مليون دولار. فابتدينا نقول لا اوبس احنا كده هنتبهدل خالص، we cannot do this، return on investment went down، وهنعمل حاجه. طب هل انت عايز كل الماشين دي؟ لا. we revisited، we cut the machines from 12 to 7 machines، فابتدت الكوست تقل تاني والريتيرن اون انفستمنت يبدا مظبوط، and انت ما كنتش محتاج كل الفوليوم ده، you revisited yourself again. ممكن تدفع بانلتي في النص، بس البانلتي هيبقى حته صغيره بدل ما تبقى الحادثه كبيره قوي والفلوس كتيره قوي اللي انت هتصرفها، وهكذا. ف having your finger on the pulse all the time هو ده اللي بيخليك بتأسس yourself all the time. after شهر، after سنة، after 6 أشهر، after a major event، انت اللي هتحددها based على البروجكت وتأسس. في الروت تو ماركت كان عندي 6 تاتش بوينتس. تاتش بوينت الاولاني في الدايجنوزز عملته ايه، اكتشفته ايه، does it worth ان احنا نكمل ولا it doesn't. it worth، طب كمل. وكنا متعاقدين مع ماكنزي كده بالحته عشان تقدر تو بلاج اوت. دي حاجه في منتهى الجمال، وانا عاجبني ان مش بالضروره اكون يبقى التفكير الاساسي ان انا بكات كوست وخلاص، ان انا بقلل فلوس وخلاص، لان انا بدور في النهايه على عائد على الاستثمار. انا النهارده هل المشروع ده هيجيب لي العائد على الاستثمار بدور عليه او اكتر ولا اقل بالظبط. فمن بقى البرسبكتيف ده كان حضرتك اتكلمت في حاجات ليها علاقه بحتت هجيب الفلوس منين واكلم ايا كان المحافظ الاستثماريه اللي شغاله معايا ولا انا النهارده مشروع بفكر انزل الماركت. كتير بنسمع في السوق الجمله بتاعت انا كل حاجه معايا تمام بس مش عارف، بس ناقصني الفلوس، صح. ناقصني التمويل. تقول ايه للناس اللي بتقول كده، خصوصا ان اليومين دول
كل 10 ثواني في ستارت اب جديده وفي بزنس جديد وفي مشروع جديد، وكتير منهم بيقولوا ده مشكلتي في التمويل. ظني الخاص ان عمر ما التمويل كان مشكله في ايامنا دي بالذات، ان بقى في كميه حاضنات اعمال ومسرعات اعمال وصناديق ومحافظ استثماريه ومنح بس من مفهومك كشخص اوريدي بيتعامل مع الفلوس مع الارقام دي ان دي اوت، ماذا تقول لهذه الاشخاص، سواء انا حد بفتح ستارت اب او حتى ايفن انا جوه الشركه عندكم وعايزين نطلع لاين اوف بزنس جديد نصرف عليه ونجيب اصول اوكي بص، ده يعني هنط بس حته الاول وعشان افرش لك للنقطه دي. الشركات كلها فيها ناس، الناس are different hats، يعني الناس wear different hats. في الناس اللي بتدرايف ذا بزنس اللي هم بتوع السيلز وبتوع الماركتينج they are always wearing a red hat. وريد هات يعني عندهم السايكولوجي بتاعتهم احنا هنكبر ولازم ابقى بوزيتيف وما تأيدنيش بالظبط because this is that's my passion. انا عايز اروح اعمل ده، خليني اروح، والله انا شايفها. يعني هو حتى هو ما بيبقاش بيضحك عليك، هو بيبقى شايفها كده. تمام. وبعدين في حد هيبقى مش لابس الريد هات دي. انا مثلا هبقى بتاع فاينانس، هبقى لابس شويه اكتر بلاك هات، وير ان انا هبقى كونسرفاتيف، انا مش هديك الفلوس الا لما تثبت لي جامد and so on and so forth. فباك بقى to your question، احنا ايه اللي بيحصل في الحاجات اللي زي دي؟ اللي بيحصل ان لازم تفاليديت جامد قوي انت رايح فين وليه. وfrom my past experience to be very honest، اعمل المشاريع compartment مشاريع. يعني compartment means خلاص انا عايز حاجه كبيره بس اعملها صغيره. هعمل حته وهي تقدر تشتغل بالحته دي. if it is okay والدنيا مشيت ابقى اعمل الباقي MVP minimum viable product، يعني بالصبط. حاجه صغيره شغاله. don't go for اللي هي شويه عارف اللي هي لما نتريق نقول دي صوره من الدنانير خد فلوس وبتاع، فتعمل حاجه very huge تاخد سنين طويله ان انت تلمها، يعني تلم الريتيرن اون انفستمنت عليها. طيب الناس اللي هي جايه طول النهار عايزه تطلب وتقول لك انا ايم انتربرينور، انا شايف البيزنس كيس زي الفل، هو لابس الريد هات بتاعته صح. اللي هي ما تأيدونيش انا هقدر اعمل. ويا عيني بيبقى متضايق جدا لما يجي له واحد يقول له بي وايز، هي دي مش صح، انت يو ميس ذس بوينت اند ذات بوينت اند ذات بوينت، بص لما نحطها مع بعض ما بتشتغلش. فهو يقول لك لا انا شايفها بتشتغل، لا هي مش هتشتغل. and حاجه تانية very important، احنا دلوقتي في globalization كل الناس شايفه كل حاجه. هسأل سؤال، هو ليه ما فيش شركه تانية اسمها بروكتر؟ سؤال حلو جدا. ما فيش شركه ثالثه ليه اسمها يونيليفر؟ عشان الحاجه بتاخد وقت في العمايل. العمايل دي معناها ايه؟ من اقل حاجه من culture، من people، من training، من product، من understanding الماركت، من secret formula of success. انا بعمل طبخه ليك وغيري بيعمل نفس الطبخه، انا اعمل لك فراخ واللي جنبي يعمل لك، وتقول ان ده احلى من ده. ليه؟ عشان هنا في حاجه ده بيعملها ما بيعرفش يعملها دي، و it was developed over سنين. فاهم قصدي؟ فالراجل الانتربرينور هو لابس الريد هات وشايف ان كل حاجه هتحصل وناسي خالص موضوع ان كل حاجه بتتعمل بوقتها وكل حاجه لازم تاخد وقتها. العمليه بقت اسرع دلوقتي لان الليرنينج كيرف ابتدى يبقى سريع ستيبر، بس ستيل في فاكتور. مش معنى ده اقول للتيم بتاعي في الشغل، مش معنى ان انا عندي رز وعندي نار وعندي حله وعامل كل حاجه الرز هيطلع في دقيقه. الرز لازم يتعمل وهياخد 10 دقايق عشان لازم هتهدي النار عليه في فتره معينه. irrespective الانتربرينورز مش بيبقوا شايفين ده، فيو هاف تو كول ذم داون ا ليتل بيت، تديلهم شويه wisdom وتديلهم شويه insights about المشاكل. ابني البروجكتس in a compartment way. طب لما تخلص دي هدي لك اللي بعده، لما تخلص دي هدي لك اللي بعده. فهو هينزل اول واحده هيتخبط في حاجه ما ايه ده there is secret formula of success، ده في حاجه هنا بتتعمل في كارتل كنت لازم اخد حسابه، بس انا عشان ما نزلتش في السوق ما كنتش عارف ان في كارتل، واخد بالك؟
لا ده هنا في تجار ماسكين السوق جامد جدا، وانا ما كنتش فاهم. انا كنت فاهم ان احط على الرف البضاعه تخلص. ده طلعتش الموضوع بالشكل ده. ده طلع ان انت لا، في تجار لازم تبني معاهم علاقات. طب هو انا لما when I go and shake hands with you النهارده، بكره بقيت صاحبي او بكره هتشتغل معايا؟ لا، we need to build the relation over years. فانا هحتاج 3 سنين ما بين ان انا مره في تعثرك انا اساعدك، ومره في تعثري انت تساعدني. so we build the bond then I can grow in the market. الكلام ده كله بتاع وقته. فذاتس واي الناس دي لازم تفهم ده كويس قوي وتهدى، ونعمل كومبارتمنت ونinvest. كل ما تخلص ستيج ادي لك اللي بعدها. يمكن عشان الكلام اللي بتقوله كتير من الانفسترز اللي اسمهم انجل انفسترز او فينشر كابيتالز او الناس اللي بتحط فلوس في ايا كان ايه نوعيه البيزنس اللي موجوده، يبقى رهانه الاساسي على التيم اكتر بكتير من الفكره، اكتر بكتير من اي حاجه. ومع التيم الفاليديشن، احنا اتاكدنا ان هذه الفكره يجي منها تمام فيها سكسس، بعت شويه، الويب سايت بتاعك جه عليه ترافيك مش عارف قد ايه، او ان الكوبايه دي بعت منها عدد معين في وقت معين. واضح ان الموضوع شغال، واضح ان التيم هيعرف يعملها ازاي، مش في دماغه بس فكره وريد هات، عنده قدره على التنفيذ والفاليديشن بتاع التنفيذ ده بشكل كويس. طيب نتخيل ان حضرتك انفستور، تمام، وانا جيت لك بفكره كويسه جدا، جامده جدا، ومحقق شويه مبيعات، بروجكت حلو قوي ومستوي، تمام، وانت عندك ابيتايت تحفه، عايز تشتغل في المجال بتاع الكوبايات الورق، وانا جيت لك بمشروع كوبايات الورق وطالب $1 مليون، تمام، قصاد نسبه معينه في الشركه، وانت شايف ان دي لوت. هتديهم لي ازاي؟ تديهم لي مره واحده؟ تديهم لي على حتت؟ تديهم لي في الاخر؟ هتفكر ازاي؟ وانا المفروض ابقى جاهز بايه علشان انت تديني فلوس؟ اوكي، it depends انت هتستخدم الفلوس في ايه. لازم ابقى عارف في حاجه اسمها تنر يعني مده زمنيه. كويس. سو التنر لو انا عايز ادي لك الفلوس دي علشان تمول بزنس، يبقى لازم اديهم لك دلوقتي عشان هم تمويل للبزنس فور شورت تيرم. عايز اشتري رو ماتيريال، عايز اشتري الورق دلوقتي وفي شيبمنت جايه، ولو جبت وبعتها هكسب والدايره هتدور، يبقى هديها لك دلوقتي. لو انت عايز تشتري مكن عشان يعمل الكوبايه، ده هنبدا نشوف امتى المكن بيوصل. مفيش مكنه بتدفع اون ذا سبوت، يو باي 30% مثلا ان ادفانس، وبعدين بعد 6 اشهر المكنه بتنتج وهي طالعه بتدي شويه، وبعدين بتسيب 10%. so it depends on هتصرفها في ايه؟ the nature of the spend itself. ده بارت كبير من الموضوع. كمان psychological، لما الانفستور بيحس ان الفلوس جات له كلها مره واحده بيهدى، rather than he's always on his toes to prove to you ان stage 1 اتحقق ف I deserve stage 2 of the money، او بيسموها ترانش. فانا خدت الترانش 1، هاخد ترانش 2، وبعدين هاخد ترانش 3 لما اثبت ان ترانش 2 متظبط. فدايما I'm on my toes as entrepreneur او owner of a business، ان انا لازم meet your expectations، وفي حد بيراجع عليا، وعندي KPIs لازم اثبتها. فده بيحط شويه كتير بريشر على الاونرز ان هم يشتغلوا اكتر. فبرضه حته ان انت ما تديش كل حاجه مره واحده دي مهمه جدا. الصراحه ما شفتش حد بيدي الحاجات كلها مره واحده، دايما الموضوع بيبقى على مراحل. عايز اقول لك ايفن حتى في الحته بتاعه الرو ماتيريال وكوركينج كابيتال والكلام ده كله، لان زي ما بتتكلم في موضوع ان هو محتاج يشوف اماره برضو الانفستور ان الفلوس اللي اتحطت دي بدات تجيب نتائج عشان يقدر يديك اللي وراه. واظن التحدي هنا شويه ان لو الانفستمنت بيتعمل على لونج تيرم شويه، يعني الترنشات او الاجزاء تاخد على فتره طويله، بيبقى في وقتها في تحدي تاني ان قيمه الفلوس هتقل. يعني لو انا باخد الانفستمنت ده من مصري وهاخد الفلوس بتاعت الانفستمنت على سنتين، والله اعلم ايه اللي هيحصل في وسط السنتين، القيمه هتقل. فالعلاقه دي تتظبط ازاي؟ بالسنسيتيفيتي اناليسيس. يعني انت وانت بتبني الموديل بتاعك بيبقى عندك استراتيجيك بلان. الاستراتيجيك بلان فيها certain exchange rate، فيها inflation rate، فيها cost increase، فيها technology factor بيحصل فيها ايه، بتحطها and then you do the sensitivity analysis. لو انا مشيت كل حاجه بالشكل ده على exchange rate of مثلا من HSBC ومورجان ستانلي وكده، بيدونا outlook of
exchange rates كويس. and inflation. فبنقعد نشتغل عليها and after time بنريفيو it again وده ونعمل open for public؟ it's public. ده كام شهر قدام ولا؟ ده 10 سنين قدام. 10 سنين exchange rate. طب دي حاجه يعني انا اقول لك مثلا السنه دي كان 55 next year is 62 the year after is 68 point something وبعدين ال year after 72 لو انا فاكر كويس يعني. اوكي. so I do that وبيزد عليها عشان كل الكابكس بلانز اللي بنعملها على كده. بس in the same time طب افرض حصل devaluation اسرع من كده تبدا لازم تقول بقى ال 70 اللي على الاكزit دي هتبقى 80 or 90 هعمل ايه؟ فيبقى ده السبيكترم الوحش. and then تبدا تشوف طب لو جالي السبيكترم الوحش زي ما انت كنت بتقول النهارده ايه الميتيجيشن بلان؟ what am I going to do؟ هل هوقف مكنه؟ هل هعمل حاجه ولا هبقى خلاص done deal؟ طب لو done deal هتعمل ايه ساعتها؟ تقدر تعمل كوباكينج، تقدر تصدر، ممكن تاخد ده وتقول I'll be more competitive than any other company لان انا هبقى cheaper صح بالنسبه للماركت so I can export. طب هل انا محضر نفسي ببرودكت كواليتي you compete مع اليوروبيان ستاندردز or not؟ هتلاقي لا. most of them يعني most of the companies in Egypt الستاندردز بتاعتهم does not meet اليوروبيان ستاندردز. then وانا ببني من النهارده I would build European standard factories products whatever backward integration عشان لو ده حصل هبقى انا بميتيجيت بان انا باكسبورت. حلو جدا جدا جدا. طيب لو هطلب منك توجه رساله، احنا هنا معانا كذا حد بزنس اونر في مجالات مختلفه ويمكن في دايفرستي زي ما انت عارف، في عندنا ديجيتال ماركتنج، عندنا سيلز، عندنا بروجكت مانجرز، مهندسين، في حاجات مختلفه. ايه النصيحه او رساله from your perspective بما انك شفت بروجكتس ضخمه واحتكيت بمشاريع صغيره 100,000 و200,000 جنيه حتى اكيد day in day out، يفكروا في ايه when they think about finances في البروجكتس بتاعتهم؟ سؤال واسع I know. سؤال واسع قوي. فعشان عندنا سبيكترم شويه واسع، بس هي اول حاجه تيجي في بالك في الموضوع ده؟ اول حاجه people forget about cash. يعني ودي الميجر اللي بيوقع الشركات. يعني كل الناس بتيجي تتكلم يقول لك اعمل لي البياندل بروفيت اند لوس، مش عارف بالعربي بس البروفيت اند لوس بتاع كل سنه قائمه الدخل يعني قائمه الدخل وذي فورجيت اباوت ان الكاش ما هوش بياندل. جميل حلو. وان الانفستمنت ان كاش بيجي في الاول اكتر من في النص او في الاخر. انا لسه ببني مشروع جديد هبقى عايز ايه؟ اشتري كابكس احرق. انا فورجيت اباوت لا انا شايف البي ان ده اللي شكله كويس يا حبيبي بس محتاج تجيب له كابكس عشان يشتغل. تمام. لو انت فيك عندك بضاعه يبقى عندك وركينج كابيتال، يبقى عايز تشتري رو ماتيريال وباكجينج ماتيريال وهتدفعها بعد شهر وهتبيع للمحل وهتحصل بعد 3 اشهر. طيب يبقى هنا في دوره راس مال بنسميها وركينج كابيتال. انا كل اصحابي اللي بساعدهم في الحاجات دي كلهم دي فورجيت اباوت وبيبقى عندهم كاش كرانش في اول 3 سنين وزي ما بيقولوا بياخدوا في وشهم يعني ايه ده انا ما شفتش ده. امال يونيليفر كنا ماشيينها ازاي؟ حبيبي يونيليفر كان بقى لها كذا سنه وعندها ريتش اوف كاش وانت عمرك ما كنت اكسبوزد لده. بس از ان انتربرينور بتبدا حياتك في الاول there is a lot of cash that you have to give up at the beginning. انت مش شايفه في البي ان دل لانه either machinery or either working capital or either ان الدنيا مش هتمشي كويس فانت you have to invest more في اول 3 سنين عشان هتخسر اكتر until you pick it up. دي لو انا بنصح اي حد هي دي المفتاح اللي الناس ما بتفكرش فيه. حلو جدا. وعشان اللي حضرتك بتقوله اصلا في احصائيه ليها علاقه بموضوع البيزنس والستارت ابس اللي هي بتقول ان 8 من كل 10 ستارت ابس بيقفلوا قبل ما يكملوا السنه الثانيه. المسبب الرئيسي لما بالستاديز لنسبه 80% بيقفلوا دولت 60% منها كاش كرانش، مشاكل في الكاش، ان انا معيش سيوله، انا بروفيتبل جدا اقدر اكسب فلوس كتير جدا بس معيش فلوس في ايدي دلوقتي، ولا عارف ادفع مرتبات ولا عارف اجيب خامات ولا 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 ولا. طيب انا بجد شاكر جدا 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 للانسايتس الرائعه دي. قبل ما نختم محتاج ناخد اسئله، لو الشباب عندهم اسئله كده ليك فممكن ناخد سؤالين 3 قبل ما نتحرك، قبل ما نختم يعني. يلا بينا. اكلمك عليهم ازاي؟ عايز ايه؟ هاو اباوت يور فيرست اوسكار؟ ايوه
هم بيعملوا ايه؟ هم جلوبال نمبر 1 كونسلتنسي في العالم. انا اي واز بليسد، انا مش هقدر اقول لك ان انا اي واز نوت بليسد. انا كنت بشتغل في مارس وبعدين قالوا لي هتبقى معانا في مارس بس انت 100% انترنشد مع ماكنزي، هتروح من بلد لبلد قاعد جنبهم تقعد تشتغل معاهم to provide them with financials. كل ما يطلبوا منك حاجه financials تعملها. بس الحقيقه I build a good relationship with them، فقعدت وشفت هم بيعملوا ايه وبقيت part of them. يعني انا وصلت لمرحله ان انا بخش مكاتبهم جوه. هم they don't allow people to get into their offices. انا لا عادي بقى. انت معانا يعني اهل البيت. اهل البيت بالظبط. هم ماكنزي بص تشتغل 24/7 ولازم تبقى willing to do so. يعني 2 الانتلكت بتاعك لازم يبقى عالي جدا 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 جدا. 3 لازم يبقى عندك customer management رهيب. you have to understand the politics و have to read the room و to have to understand ان البريزيدنت ده قاعد مش عاجبه البروجكت ومش عايزه، لكن الجنرال مانجر ده هو اللي عايزه وهو اللي بيبوش. طب ازاي تراضي ده وتقنعه وانت هعمل لك اللي انت عايزه. it's a very difficult job. 4 ان انت وانت بيعملوا هتستغرب جدا بيعملوا problem solving sessions every other day. احنا ما نقدرش نستحملها دي في مصر. هو عادي جدا بيقعد 2 و3 يعمل problem solving مع زميله اللي في حته ثانيه. then they work together ويقول له انا عملت كذا طب انت ايه، ومديره يبقى قاعد يقول له لا كذا لا كذا. احلى حاجه اتعلمتهم فيهم اللي انا ما شفتهاش in my career ان هم بيشجعوا بعض. I like your idea let me build on it. دي كلمه هم حافظينها كليشيه كده. احنا هنا في مصر لو حد قال حاجه كويسه نبقى ايه شويه غيرانين. لا 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 انا هالبيلد وانت هتبيلد عليا وانا هبيلد عليك وهنطلع شغلانه as one team كلنا كويس. fact of life كلنا هنطلع شغلانه كويسه. and حاجه مهمه جدا انت لازم to maintain your composure و your passion about work all the time. احنا في ايام بيبقى المود مش كويس، هم ما يقدروش يعملوا كده. هم فنانين، هم طول النهار in the mood لان هم بيتعاملوا مع customers ويتعاملوا مع الكلاينت نفسه all the time. لازم يبقوا كويسين وكمان لازم يبقى عندهم flexibility. يعني المكسيك زينا قوي. تشاينا هو he has to accept انه هيقعد مع واحد وهيقعد يعني ما يقولوش الحقيقه وبعدين هو he has to sit with this وبعدين مع ده وبعدين مع ده وبعدين نعمل problem solving session. نقول انت سمعت ايه يقول له كذا لا بس ما سمعتش ده من هنا وده من هنا. وما تاخدهاش بزعل او تاخدها ان انت هو بيكذب عليك. هو اكشلي يا مش عارف يا اما بيكذب الحقيقه لانه خايف. وازاي انت توصل للي انت عايزه والماتيوريتي ليفل بتاعتك تبقى كويسه. وبعدين هم بيعملوا امتحانات لكل الناس اون جراوند every year ولازم تترقى كل يا سنتين يا 3 مش فاكر قوي. تخيل لو انت دخلت الامتحان وما نجحتش تاني مره ما نجحتش يو ار اوت. بس تخيل ان احنا الشركات بقى اللي هي العاديه اللي زينا بقى بياخدوهم ودولت بيبقوا اللي فيري سينيور بيبل عندنا لان هم دولت هم اوريدي كويسين جدا بس هم they move out 5% of their team لازم يمشي. دول الاخر حاجه في الباص. this doesn't mean ان هم وحشين، ده هم كويسين جدا بس في احسن منهم on the bus. فيقول always keep ان انت تبقى كويس. فالام بي اي دي it's not an option. تمام. كان معانا كذا واحد بي اتش دي، كان معانا كذا واحد من بتوع روسيا هو معاه 2 ماسترز. يعني معاه ماسترز ان بزنس ادمنستريشن وواحد معاه فيزيكس، واحد تاني ماسترز بزنس ادمنستريشن ومعاه ماث. هو عشان تبقى قادر تخش على كل كلاينت. مره الكلاينت ده هيبقى هوسبيتال، مره كلاينت ده هيبقى شركه شوكولاته، مره كلاينت تاني هيبقى شركه ادويه. so how you be very fast to adapt to all of that. بس حلو جدا جدا جدا. حد عنده سؤال تاني حابب يشارك؟ باختلاف البلاد اللي احنا اشتغلنا فيها دي البيزنس في مصر اكيد ليه قواعد خاصه مختلفه. يعني الستاندرد بتاع العالم كله هيبقى فيه حاجه مختلفه هنا. اهم حاجه او اهم اختلاف او اهم نصيحه في الحته دي.
مش عارف قوي، لا بصراحه مش اقدر اقول لك يعني. مع الاحتكاك بكذا بلد وكذا حاجه، مصر ليها بص حاجات اللي هي مخالفه للعلم للقاعده. بص انا الحقيقه الحاجه اللي انا وشفتها غريبه جدا بره القواعد، وبره دي مش الصين ومش رشا اكزاكتلي زينا في الكوربشن، عشان ابقى فيري ستريت فورورد. لكن امريكا الدنيا محدده اكتر، مثلا ان في انا عشان افتح شركه او ان انا عشان اعمل بروجكت عندي تيك بوكس، انا اقدر اعمل تشيك ليست زي ما احنا كنا بنقول النهارده، في تشيك ليست اروح اعملها، هفتح البتاع ده هياخد 3 اشهر، هيطلع كذا، ايه الدوكيومنتس اللي انا اقدر اقدمها. مصر مش كده، انا بالعلاقات اقدر اخلص حاجات ما بتخلص بحاجه تانية، وممكن اكون بالعلاقات عشان اخد حقي. يعني انا مش هقول لك كورابتد اصلا، عشان اخد حقي لازم يبقى عندي علاقات. بره انا مش محتاج يبقى عندي علاقات، انا محتاج اساسفاي ورق معين اخلص بيه. يبقى اذا اهم حاجه في مصر العلاقات. بارت كبير جدا منها علاقات، وبارت كبير من، هقول لك الامانه، بارت كبير من كبر المالتي ناشونالز او الواحد شافه في المالتي ناشونالز ان المالتي ناشونالز ليهم سبورت جاي من السفاره، ليهم سبورت جاي من بره، اتس مالتي ناشونال ثينج. صح. فالدنيا بتتظبط لهم. لكن محمد حطب لما يجي يعمل حاجه، حضرتك مين يعني؟ لا انا ما نعرفكش بقى، تعالى نمشي معاك بالطريقه المظبوطه، وبعدين نحط عراقيل شويه عشان نطمن انه مش ضحك علينا and so on and so forth. وده بارت كبير من فشل بعض من الاندستريز اللي هو الانتربرينورز، لان هو ما يعرفش ان في سبورت بان انا داخل باسم بروكتر مثلا، بداخل باسم يونيليفر، في حاجات بتتفتح كده حتى انت ما بتبذلش مجهود، لكن انت لو محمد حطب هتبذل مجهود. حلو. very fruitful insights. انا استفدت جدا والله العظيم، يعني شكرا جدا على مشاركه المعلومات والخبرات والتجارب. خلينا نبص على المشروعات بشكل مختلف تماما. شكرا انك وافقت تبقى معانا، وانا مبسوط ان حضرتك من الاتنديز معانا، ومع كل الاكسبيرينس دي عايز تتعلم او عايز تحضر او عايز تعرف حاجه تانية وبتاخد من وقتك، فده يعني حاجه من احلى الحاجات اللي ممكن حد يكون بيعملها حقيقي. فشابوه، وشكرا انك بتست رول موديل. ده مثال، انا راجل عندي اكسبيرينس كتيره جدا، بس انا ناوي انفست مور واعمل اكتر. احنا عندنا كده نشكر حضرتك بهديه صغيره على مشاركتك معانا. شكرا يا فندم جدا 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 جدا، ونحييك على وجودك معانا في هذا المكان. شكرا كمان انك نطيت في الميه الساقعه تمام، طلعت قدام الكاميرا على عكس ما انت بتبقى مرتاح. بس فعلا اكيد الموضوع ده ساهم ان الناس استفادت بشكل جيد جدا يعني. فشكرا. شكرا.